السلام عليكم، معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهاردة هنعمل اسهل واحلى ليمون مخلل، الليمون المسلوق. ما بياخدش وقت خالص في التخليل وبيبقى تحفة. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. معانا هنا 2 أو 3 كيلو ليمون، مش بتفرق في الكمية. طبعا انا اخدتهم كده غسلتهم كويس جدا زي ما حضراتكم كده شايفين، ومعايا طبعا قرون الشطة اللي هي الفلفل الاخضر. هنغسله بقى زي ما حضراتكم كده شايفين، غسلة كده محترمة كده كويسة، ونحطه في مصفى عشان يصفى من المية بتاعته. الليمون دلوقتي رخيص وكتير جدا، وبألف هنا وشفا مقدما. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. معايا هنا بقى حلة كده كبيرة، هحط فيها مية. هنحط بقى فيها الليمون وهنرفعها كده زي ما هي على النار. يعني مش هنغلي المية وبعدين نحط الليمون، لا، هنحط الليمون مع المية ساقعين كده على بعض، ونرفعهم على النار ونخليهم ياخدوا كده ويدوا من بعضهم. خلاص، هنسيبها بقى كده هون لغاية اما تبتدي تغلي. هنقلبها كده تقلبتين عشان ناخد اللي تحت فوق واللي فوق تحت. وبصوا كده هون هي ابتدت ايه، المية تعمل فقاقيع صغيرة. هي كده لسه ما غليتش، انا عايزاها تغلي غلوة واحدة، تغلي وتقلب كده مع الليمون غلواية كده. خلاص، متنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناة. اهو هو كده لسه ما غليتش. انا بقول لكم كل التفاصيل علشان تعرفوا تخللوا الليمون بمنتهى السهولة، ودي اسهل طريقة تخللي بيها الليمون. خلاص، اول ما غلي معانا هصفيه كده في المصفى. معايا بقى كام قرن شطة كده، طحناهم كويس جدا، وهقلب بيهم الليمون. ما تكتريش في الشطة علشان ما تبقاش حراقة ازيد من اللازم، يقدر الكبير والصغير ياكل منه. انا مش مكترة خالص. خلاص، هاخد بقى معايا طبعا البرطمانات متعقمة ومغسولة كويس جدا ومتنشفة، وهاخد في كده الليمون مع الفلفل. الفلفل طبعا ده زي ما حضراتكم طبعا عارفين، طبعا اكيد انا غسلته وسبته كده هون ايه ينشف كده هون لوحده لغايه اما الليمون يتسلق. خلاص، وهاخده كده اعبيه في البرطمانات، ودفسي بقى كده كويس قوي علشان ما يبقاش فيه هوا من جوه البرطمان، يبقى الليمون كده واخد كل حيز البرطمان من جوه. وحطي بقى معاه قرون الشطه كده هون زي ما حضراتكم كده شايفين. خلاص، وطبعا بعد كده هنبتدي بقى ان احنا ايه نعمل محلول الملح. محلول الملح ده سهل جدا، حضراتكم هنشوف دلوقتي الطريقة اللي هنعمل بيها والمقادير اللي هنعمل بيها محلول الملح، علشان لو ظبطتي الملح بتاعك الليمون عمره ما هيبوظ منك، وهيكون كمان متماسك كده هون وهيبقى رائع ان شاء الله. خلاص، معايا بقى كده هون مية مغلية ومتبردة. هاخد على كل لتر مية 4 معالق هرمية من الملح، ممكن يبقوا كمان 4 معالق ونص، علشان تتأكدي ان الليمون يبقى كده هون بعد ما يستوي يبقى متماسك وما يبقاش طري كده هون ومهمط. خلاص، هنملى بقى البرطمان على الاخر من المحلول دوت. خلاص، وهنغطي كده هوت البرطمان بكيس ونغطيه كويس جدا، نقفله بقى كده هون بالغطا بتاعه كويس جدا. هيقعد بقى قد ايه عشان يتخلل؟ من 12 ل 15 يوم، وهتاكلي منه بألف هنا والشفا زي الفل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.